السلام عليكم. هذه سلطة درتها في العيد وعجبتني، حبيت نشاركها اليوم معكم. بنديرها اليوم فحبيت نشاركها معكم، تجي لذيذة وبسم الله ما شاء الله وسهلة وخطواتها سهلة. اقلي القرعة والقرعة البيضة طبعا، واللي هي الكوسة والفلفل والثومة. الفلفل طبعا درت أنا هو الأحمر، درته حلو ما درتش حار لأن بياكلوا معايا الصغار. ودرت قرن واحد بس فلفل أخضر. تضربيهم في ست البيت مع جبنة مثلثات، تضربيهم هذا في ست البيت مع جبنة مثلثات. والزيت اللي قليتي بيه تاخذي منه شوية تصبيه انت تضربيها في ست البيت وتقدمها وتزينها زي ما تبي وتاكلها بسم الله ما شاء الله لذيذة. بعد لا تصقع شوية تجي مسقعة بسم الله ما شاء الله. جربوها وقولوا لي. الجبنة انا حبيتها بجبنة المثلثات، واللي بيديرها بجبنة ثانية كيري ولا اي جبنة ما نعرفش، لكن انا جربتها بجبنة المثلثات جتني بسم الله ما شاء الله. تقلي الحاجات كلها وتضيفي قطعتين او ثلاثة من الجبنة وتضيفي عليهم شوية الزيت اللي قليتي بيه وتضربين في ست البيت وتسقعها وتاكلها بالهنية والشفا بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي في رعاية الله. هذا شكل الصوص النهائي اللي قلت لكم عليه. هاي يجي هيك تقدميه كيف ما تبي تحطيه هيك في صينية بروحها، تبي تقدميه مثلا هيك مع رز وفاهيتا وبطاطا ودجاج، كيف ما تبي تقدميه تقدم يجي لذيذ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله سهلة طريقته والقوام متاعها شوفوا ها يجيك بسم الله ما شاء الله. تبي كيف ما تبي تقدميه. في رعاية الله.